بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد المكان وعدد ما سيكون وعدد الحلقات والسكون. معانا النهارده يوسف بن مسعود، كانت اخر جلسه النهارده في المرحله الاولى. يوسف النهارده الحمد لله والشكر لله يا رب انتهينا من المرحله الاولى بنتيجه 100% ان هو قدر يمشي قدر يتحرك. يوسف صدره بقى كويس جدا. يوسف كمان ما بقاش عنده اي مشاكل صحيه كان بيعاني منها قبل كده. معانا يوسف ابو يوسف باختصار شديد جدا هيتكلم معانا عن وضعه ايه قبل المرحله الاولى وبعد المرحله الاولى. منورنا وكلمنا يوسف. اتفضل يا يوسف. يوسف قبل ما نيجي عند الدكتور محمد تينا كان لفات بيه كتير عند الدكاتره بتاع مخ واعصاب، يعني ما فيش مش لاقي له علاج يعني. فجينا انا وقت قبل ما نيجي هنا كان بيبع كتير خالص، بس فجينا خدنا 3 جلسات تقريبا، فبدا حكايه الوجع عندي تخف لحد النهارده ما خلصنا المرحله الاولى من العلاج. يعني هو بطل يقع نهائي خالص، يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كويس. ورجله اخبار ايه؟ بالنسبه لرجله نزل يعني الوتر نزل بشكل يعني كبير خالص. كويس. هو لسه ما لمس الارض بس نزل يا دكتور بشكل كبير خالص. كويس جدا، ممتاز جدا. كنت متوقع ده ان هو يحصل في الفتره اللي فاتت؟ لا انا ما كنتش متوقع، بالذات حكايه المشي ديت ان هي يبقى كويس في المشي. كويس ان هو ما يقعش، يقع كتير او بيتعور. فهو يعني حكايه المشي ديت كانت كويس خالص. تمام. ايه كمان حسيت بيه في خلال الفتره اللي فاتت ان هو بقى كويس؟ يعني حسينا برضك ان هو يعني بدات عصبيته تشد شويه يعني. اعصابه توصل. الاعصاب بتاعته بقى قويه شويه. قوي. بدل الارتخاء. يوسف على فكره هو جسمه مليان شويه، بس كان عنده ارتخاء شديد جدا جدا جدا. وغالبا موضوع الاعصاب اللي يوسف بيتكلم عليه ده هو في خلال الفتره اللي هي المرحله الاولى بس. يعني في المرحله الاولى دي ان احنا ابتدينا نركز على اعصابه جدا، وابتدت الاعصاب عنده تبقى قويه نوعا ما عن الاول بنسبه كبيره جدا. ان هو يقدر النهارده يوسف هو بيطلع الشезлونج لوحده. يوسف كان بيقدر يفتح الباب لوحده. كان ده في البدايه صعب ان يوسف يعمله. اول ما كان عندنا كان عنده ارتخاء شديد جدا في اعصابه بشكل عام، وكان دايما مهزوز ومهزول. يعني ان هو دايما عاوز يقع، عاوز يبقى قاعد، عاوز يبقى مرخي على طول كده. ما عندوش قوه اعصاب ان هو يقدر يتحمل انه يقوم، انه يقعد، انه يطلع على حاجه. طبعا ده حصل بعد تدرج الجلسات معانا، وفي انتهاء المرحله الاولى قدرنا ان احنا نحقق ده الحمد لله. ان هو يطلع على الشезлونج لوحده، يقعد على الكرسي لوحده، يقوم من على الكرسي لوحده. كان ده كله طبعا صعب في المرحله قبل المرحله الاولى ان احنا نعمله، وعملنا له الاختبارات اللي احنا نقدر نعرف منها الكلام ده، وبالتالي قدرنا نعرف ان هو بقى كويس جدا واعصابه بقت قويه جدا بعد المرحله الاولى. اتفضل. والله يعني الحمد لله واثق يعني ان شاء الله في ربنا باذن الله كبير. يعني كل ما نخش في المرحله الثانيه ان شاء الله يعني في تقدم تاني ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وبشكل خاص. الله تحت امر حضرتك. عاوز تقول حاجه للناس؟ انت بقيت كويس؟ ايه اللي انت حاسس بيه؟ احكي لنا كده. اتكلم، قول. نسيت يا يوسف. بقيت تقدر تمشي؟ لما تتكلم مع الناس قول لهم بقيت اقدر امشي. وايه كمان؟ ويطلع السلالم. وايه كمان؟ ويقوم مع نفسه. يعني ما حدش بيقومك دلوقتي. وايه كمان؟ وايه تاني؟ يعني بقيت تطلع سلم وتنزل سلم؟ وتمشي كويس؟ لسه بتقع؟ ما انتش بتقع؟ طب قول للناس ادعوا لي. ادعوا ليوسف كتير. لهم ادعوا لي كتير. لهم ادعوا لي كتير. قول تاني. ادعوا لي كتير. ادعوا ليوسف كتير ان ربنا يتم شفاءه على خير هو وكل اللي زيه رب العالمين. الحمد لله والشكر لك يا رب. نجاح مبهر بعد المرحله الاولى من العلاج، وان شاء الله في انتظار المرحله الثانيه من العلاج. اشكركم لاستضافتكم، وباذن الله. السلام عليكم.